في نهاية الصوم الأربعيني في جمعة ختام الصوم، وبعدها يبدأ سبت العذر. ربنا أو السيد المسيح قوم العذر من الموت بعد 4 أيام، وبعدين يبدأ حد الشعانين أو حد السعف زي ما بنقول، اللي دخل فيه السيد المسيح أورشليم كملك، ولكن ملك وديع متواضع، ملك سمائي أو ملك روحاني مش ملك أرضي. الشعب اليهود استقبلوه بالسعف وبأغصان الزيتون. السعف ده له رموز أو معنى، ايوه يستقبل بيه الملوك، وأغصان الزيتون ترمز للسلام. تمام. وفرحوا بيه، ولكن كانوا بيتمنوا ان يجي ملك يخلصهم من حكم الرومان. فقال لهم مملكتي ليست من هذا العالم. تمام. فابتدوا يتقلبوا عليه على اخر اليوم. بالاضافه ان هو ما دخل الهيكل لقى فيه شويه فوضى، طردهم لانه كان حازم، لان بيتي بيت الصلاه يدعى وانتم جعلتموه مغاره لصوص، فابتدوا ياخدوا موقف منه. ده احد الشعانين. ابتدى بقى رحله اسبوع الالام اللي بين احد الشعانين وبين احد القيامه. تمام. فهو في الاسبوع ده احنا بنتتابع مع بعض، او بنتابع ونخطو خطوه خطوه بيوم بيوم. أيوة. وكل يوم له معنى او له حدث. أيوة. وفي معاني منه او فايده او تاملات فيه. تمام. اول يوم بعد يوم الاحد اللي هو حد الشعانين. أيوة. كلمه شعانين جاي من هوشعنا، كانوا له هوشعنا يعني خلصنا. تمام. هوشعنا يا ابن داود، مبارك الآتي باسم الرب. هو جاي للخلاص، بس خلاص من الخطية اللي كان آدم ارتكبها علشان ينجينا ويرفع على الصليب كل ده. لكن هم فهموا انه هيخلصوا من الحكم الروماني من تمام. قيصر. تمام. فما نفعتش الحكاية دي. ابتدى بقى ابتدوا يقلبوا عليه، وابتدت رحلة الآلام. فتاني يوم على طول الحد الاثنين اسمه اثنين البصخة. قاعد في بيت عنيا. بيت عنيا دي في اورشليم، قريه ضعيفه جدا بسيطه، وكلمه عنيا يعني العناء او الالم. فقعد في بيت لعازر اللي هو اقامه من الموت بعد 4 أيام في القبر بعد ما انتن. قال له لعازر هلم خارجا، فقام ومربط بالاكفان. قال حلوه وخرج. لكن هذا البيت كان محبوب جدا، كان بيقضي فيه وقت لطيف. تمام. جميل مع لعازر ومريم ومرسى. فكان يقعد في اليوم ده وينزل تاني. فهو ماشي شاف شجرة تين مورقة. لكن هو كان في اليوم ده صايم من اول يوم لاخره. ايوه. فبيشوف الشجرة ما لقاش فيها ثمر. ايوه. فمورقة على الفاضي. لكن هو ربنا عايز يكون عندنا ثمر في حياتنا، مش بالكلام ولا بالشكل ولا المناظر الخارجية. فلعن شجرة التين فيبست في الحال. تمام. نشفت. فتعجبوا. كل ما بيعمل حاجة قادة اليهود والحكام والكهنة والكتبة كانوا بيحنقوا عليه، لأنه فاكرين هو يجي ياخد مكانهم. فابتدوا يقلبوا الشعب عليه. ده يوم الاثنين، يوم اثنين البصخة، موضوع شجرة التين اللي لعنها. وده بيقصد بيها أو المعنى ان احنا عايز يبقى لنا عمل. تمام. احنا بس عشان نلحق نقول كل الايام، فحضرتك قول لنا. طب الثلاث كان عظات. الاربع ايوب. لان ايوب تحمل الامات كتيره. تمام. والسيد المسيح له المجد تحمل الامات من اليهود زي ما هنقول في جمعه الالام. فبنقول 4 ايوب، بنقرا في سفر ايوب في الكنيسه، بتبقى فيه صلوات صباحيه ومسائيه. نيجي بقى الخميس العهد على طول. اللي هو الخميس الكبير في الفصح اليهود. وبعدين العشاء الرباني او العشاء الاخير كلنا بنعرفه. فالعشاء الاخير ده وهو قاعد معاهم في تلميذ من تلاميذ اسمه يهوذا الاسخريوطي. باع سيده او خانه ب30 من الفضه ثمن عبد. وابتدى بقى المشاورة علشان يعذبوه ويخش في الآلام الحقيقية اللي هي جمعة الآلام أو الجمعة العظيمة اللي هي كانت امبارح. وكل الكنائس في مصر وفي العالم كله بتقضي اليوم ده من أوله لآخره في صلوات وتسبيح. وتتذكر الآلام المرة أو الشديدة اللي مر بيها السيد المسيح من اليهود.
تمام. من بصق وجلد واهانه ولطم وحمل الصليب. بعد حمل الصليب كانوا برضو يقع بيها ويتجرح، وفي الاخر حطوا اكليل شوك على راسه وعلقوه على الصليب بين لصين، واحد يمين وواحد شمال. ده جمعه الالام. وطبعا معروف ان لص اليمين طلب من انه قال احنا بعدل جزينا، لكن هذا البار لم يفعل شيء. انتهت جمعه الالام، السبت النور. وبعدين لا، هم جايين بقى رايحين، هم ما يحبوش يوم السبت يبقى في ميت موجود او متعلق، فجايين يكسروا رجليه لقوه مات فدفنوا. هو اتدفن يوم الجمعه بالليل، قعد يوم السبت في هدوء تام، اللي هو سبت النور او سبت الفرح. لو حضرتك من مده قليله كده، من حوالي ساعه كده، ظهر النور في القبر، قبر السيد المسيح في اورشليم، وبيحضروا رؤساء كهنه ومندوبين عن كل كنائس العالم. بيجيبوا معاهم كل سنه بيبقى اليوم ده في احتفالات في النور. بيفضلوا منتظرين لغايه في قلب القبر اللي اتدفن فيه السيد المسيح له المجد، فبيشيلوا معاهم شموع وتنور لوحدها، ينبثق نور شديد. النور ده ما يحرقش، تولع منه الشموع، يعني وكأن معجزات السيد المسيح لازالت مستمرة. بالظبط كده. وده بيجرى امتى؟ يوم السبت، عشان كده بنقول عليه سبت النور، لان بينبثق النور في تمام في اليوم ده، وبنقول عليه سبت الفرح. انا هقف هنا وهرجع بعد كده ندخل في العيد بقى بعد كده. عشان تقول لنا بقى طقوس العيد، بس بعد ما نسال الدكتوره ميسون. يعني احنا واحنا بنحتفل اكتر من مناسبه طوال الاسبوع الماضي، ولسه عندنا ال3 4 ايام اللي جايين احتفالات. حضرتك بتشوفي ازاي حرصنا احنا كمصريين في الاحساس او في الشعور بالاحتفالات دي؟ يعني احنا عندنا طقوس كده معينه كلنا، سواء مسلمين مسيحيين، ان احنا فعلا بنبقى حريصين ان احنا نفرح في الاعياد، بس طقوسنا دي بعضها احيانا ممكن يكون سلوكيات سلبيه بعض الشيء، لكن احنا عايزين ناكد على الايجابي، ولو في سلبي فعلا برضه حضرتك كمدرس سلوكيات واتيكيت تقول لنا ايه اللي المفروض نبعد عنه واللي مش المفروض ان احنا نركز عليه في اعيادنا واحنا دايما حريصين عليه للاسف الشديد. اولا كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه والاخوه المسيحيين كلهم بخير. وزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان هي مرحله كلها اعياد، واحنا بصفه عامه دايما بنتلكك على العيد. أيوة. يعني ما بنصدق يبقى في عيد جاي علشان احنا عايزين نفرح. فاي حاجه احنا في العيد على طول، يعني ربنا يجعل ايام الجميع اعياد كلها. بالنسبه للاعياد طبعا هي فيها حاجات ايجابيه جدا. احنا مع زحمه الحياه ابتدت الحياه تاخدنا، اللي بيشتغل، اللي مش فاضي، اللي ممكن ده عشان تظبطي مواعيد مع حد، ممكن انا اكون اجازه غيري ما يكونش اجازه، فبتبقى صعبه قوي. لكن ميزه في الاعياد ان هي بتبقى فرصه مناسبه، لان الدوله بتدي فيها اجازه، فبالتالي المصريين كلهم اجازه، فبالتالي نقدر في الفتره دي يعني نستغل الفرصه، نبتدي نتزاور، نزور بعض، نتقابل مع بعض. طبعا بالنسبه لو انا هتكلم بقى على عيد شم النسيم، هو طبعا عيد فرعوني، يعني هو اصلا من اكتر من 4700 سنه، وكان زمان على ايام الفراعنه كان اسمه شومو، ما كانش اسمه شم نسيم. ايوه تمام. هم اضافوا له بعد كده النسيم على اساس انه دايما بيبقى في الربيع، لان الربيع ده بيعنيه تفتح الزهور بقى. صحيح. والجو بيختلف، مالناش علاقه بالجو دلوقتي، احنا بنتكلم على الجو بتاع زمان. الجو بيختلف، الزهور بتفتح. أيوة. فكان حتى عندهم اكلات دايما، احنا كل الاعياد عندنا احنا مرتبطه بالاكل. يعني ده بتعتبريه سلوك ايجابي ولا سيء؟ لا طبعا دي حاجه ايجابيه. ليه؟ لان انت فعلا في حاجات ما بتاكليهاش غير لما بيجي الموسم بتاعها، انت ما بتفكريش. يعني انا ما باكلش فسيخ الحمد لله، بس انا بالتالي في ناس ما بتاكلش فسيخ غير في اليوم ده. الفراعنه لما كانوا عاملين العيد ده كان كل حاجه ليها رمز، يعني مش كانت انه احنا بناكل اكل كده وخلاص. أيوة. لا، يعني السمك مثلا هو بيرمز لانهم كانوا بيقدسوا نهر النيل. فالسمك يطلع منين؟ يطلع من النهر، فبالتالي احنا هنعمل ملوحه عشان نخزنه، علشان يجي شم النسيم نقدر ان احنا ناكله. فكانوا برضو يستخدموا البيض يكتبوا عليه احلامهم، امانيهم، بحيث انه يشوفوا السنه الجايه ايه اللي اتحقق ايه اللي ما اتحققش. علشان يعني كده فكره تلوين البيض دي مش حاجه جديده لا حديثه، لا خالص، دي من ايام
الفراعنه، بس كانوا بيكتبوا عليها الامنيات بتاعتهم. بعد سنه يشوفوا الامنيات دي اتحققت ولا ما اتحققتش. تمام. احنا بقى بمرور السنين وكده بقينا بنلون، يعني مش بنعملها بقى الوان وكده، وهي بالمناسبه برضو والله للاطفال وللكبار بتدي بهجه وبتدي يوم مختلف يعني. ويجيبوا الملانه اللي هي الحمص الاخضر، ده رمز للربيع، ان احنا خلاص كده داخلين على الربيع. وياكلوا معاه الخس. وفي دراسه في السويد اتعملت، وجدوا ان في علاقه ما بين الخس والخصوبه، وخصوصا في بدايه مع الربيع. فانت لما تيجي تبصي ايه الاكل اللي كانوا بياكلوه الفراعنه، كل حاجه بترمز لشيء، مش ان هو يلا احنا هناكل اكل معين كده وخلاص. لا، ده كان عندهم، انت عارفه بقى الفراعنه يعني لو احنا درسنا في حياتهم، حتى في فن الاتيكيت بتاعهم او كده، ما كانوش بيعملوا حاجه ملهاش سبب. كل حاجه بيبقى لها اعتقاد شخصي او اعتقاد ذاتي بشيء، مش ان احنا عيد فاحنا هنتبسط وخلاص. لا بالظبط، لان كل حاجه بالنسبه لهم معناها ان هي بتعبر عن معتقد داخلي، رمز اخلاقي، تجمع. زي احنا عندنا برضو في الدين الاسلامي، يعني احنا عندنا الاعياد دي اللي هي ليه بنسميها اعياد، عشان هي كل سنه بتيجي بتتعاد. فدايما بنقول يتعاد عليك بخير، يعني بحيث انه كل سنه ان شاء الله يجي لك سنه ورا سنه وسنه يعني. واخده بالك؟ فطبعا احنا بنصدق يجي لنا فرصه، ان انا بقول دي بتبقى فرصه طبعا زي ما حضرتك ذكرتي، فيها سلوكيات ايجابيه. لو انا هتكلم بقى على سلوكياتنا في شم النسيم، في سلوكيات ايجابيه وفي سلوكيات سلبيه. طبعا السلوكيات الايجابيه لا انا مش عايزه حضرتك تخصصيها كمان في شم النسيم، عايزه تقولي في الاعياد ككل. احنا عشان بس احنا يعني. لا هو بصي، هو في الاعياد انا دايما عن نفسي بشوفها فرصه لصله الارحام، ده رقم واحد، لان انت ده الايجابي دي حقيقه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه قاطع، يعني اي حد قاطع صله رحمه فما ينفعش، يعني مش هيبقى من اهل الجنه. فاحنا اول حاجه نشوفها، يعني بنتمنى ان اي حد فيه خلاف ما بينه وما بين حد من الاقارب، ان دي فرصه مناسبه ان نزيل الخلافات اللي ما بيننا، ونبتدي. مش لازم لو انا مش قادره مش فاضيه، لان في ناس بتسافر بتطلع بره القاهره، خلاص بالتليفون نتصل وكل سنه وانت طيب. نفتكر برضو اخواتنا المسيحيين والمسلمين يعيدوا على المسيحيين، والمسيحيين بيعيدوا على المسلمين، زي كل الاعياد بتاعتنا. انت عارفه احنا في مصر ما عندناش الفوارق دي ابدا. احنا كلنا يعني الدين لله والوطن للجميع. فدي بتبقى فرصه مناسبه قوي، ان احنا فعلا في جيران لينا او في معارف لينا بيبقوا اخوه مسيحيين، بنحب ان احنا ممكن نزورهم او يزورونا في مناسبات زي كده. صحيح. طيب هنخلي السلبي شويه ناخد الفاصل دوت، ونرجع بعد الفاصل نواصل حوارنا مع كل المشاهدين.